عارفين يعني ايه ربنا غفور رحيم؟ يعني ممكن تغلط وتبعد وبرضه تلاقيه مستنيك وفاتح لك بابه. انا غلطت وغلطتي كانت كبيرة، بس ربنا كان شايف جوايا حتة صغيرة فيها خير وفيها ندم، ومرضيش يسيبني اضيع. انا جميلة، عندي 43 سنة. تعالوا احكي لكم قصتي. كده المدة خلصت، وبصراحة كان وقت جميل يا جميلة. ايوه، المدة خلصت وكل حاجة كانت ماشية زي ما اتفقنا. وده الدهب اللي اتفقنا عليه، 4 غوايش وسلسلة وحلق وخاتم، والوزن زي ما اتفقنا، ودهب عيار 21. شوفي وتأكدي. تمام تمام، كفاية انك راجل كلمتك واحدة. كل حاجة امي مرتباها معاك، ده شغلها. انا شغلي خلاص خلصته. بلغيها سلامي وقولي لها لو في فرصة تانية انا موجود. انا عايزة اخد النسبة الاكبر يا ماما. انا اللي بتجوز وانا اللي بستحمل قرفهم. انا اللي بسمع لطلباتهم اللي ما بتخلص. وانتي بتعملي ايه؟ يا دوب بتجيبيلي الراجل وبس. انا اللي بدورلك على الزبون اللي يدفع لنا اكتر. انا اللي بخططلك تبقي معاه اقل وقت. ده شغل عقل مش جسم يا جميلة. بس اللي بيتعذب في الاخر انا. عارفة اللي حصل معايا مع الراجل الكبير في السن اللي قلتيلي عليه؟ ده كبير مش هيقضي معاكي وقت طويل وهيطلقك. طلع مجنون، طلع مهووس انه ينتقم من الستات اللي قبلي عن طريقي انا. كان بيذلني. انا تعبت من الشغلانه دي اصلا. كفاياكي دراما بقى. انا عايزاكي تعملي لك قرشين يسندوكي كويس في الحياه الصعبه اللي احنا فيها دي. وادينا بندخل الجوازه لمده معينه وبتخلص، بس في الاخر بنطلع بقرشين. قوليلي، انت فعلا شايفه ان ده عادي؟ شايفاني سلعه؟ شايفاكي بنتي الجميله اللي لازم تستغل جمالها وتعرف تاخد من الدنيا اللي هي عايزاه. واحنا بنعمل ايه يعني؟ ده جواز رسمي على سنة الله ورسوله، بس مؤقت، والكل بيستفيد. الراجل يتمتع واحنا نرتاح بفلوسه. انا خلاص تعبت من كلامك وحفظته. ايوه، انا كنت بتجوز مش عشان الحب ولا عشان العشرة ولا حتى الستر. كنت بتجوز عشان الذهب، عشان الارض والفلوس. وامي هي اللي اختارت ليا المصير ده، وكله بسبب جمالي. وكنا بنسميه جواز مؤقت. عارفة يا جميلة، أنا طول عمري حاسس إني لوحدي. عندي عيلة، بس كله بيتقاس بالفلوس. حتى مراتي الله يرحمها، عشنا سوا سنين، بس برضو ما حسيتش معاها بمشاعر حقيقية. كانت جوازة عقل مش قلب. أول مرة أحس بمشاعر بجد كانت معاكي، رغم إني عارف إنها جوازة مؤقتة. وأنا كمان يا مصطفى، أول مرة أحس إن في حد شايفني بجد، مش بيشتريني. كنت متوقعة أعدي الأيام وخلاص، بس انت خلتني أحب اليوم وأحب نفسي وأنا جنبك. معرفش ده حصل امتى، بس بقى نفسي الوقت اللي بينا يطول. نفسي الميعاد اللي اتفقنا عليه ما يجيش. بس خلاص، فاضل أقل من أسبوع. بس جوازتي منك والوقت اللي قضيته معاكي كان أحلى وقت عشته. جميلة، أنا عايزة أكمل معاكي، مش لوقت، للعمر كله. بس انت عارف يا مصطفى إن أنا مش أنضف واحدة. أنا جوايا حاجات كتير، وجيت لك في وقت غلط وبنية غلط. وانتي غيرتي النية، وغلطتك مش أكبر من رحمة ربنا. اللي حصل قبل كده ما يهمنيش. اللي يهمني إني شفتك بقلبي، وقلبي اختارك. أنا فعلا حبيت مصطفى، وهو كمان حبني، وكملنا جوازنا. وجوازنا اتحول من جواز متعة مؤقت لجواز حقيقي. وكمان جبت منه بنت وسميتها آية. انت عملتي كده من غير ما ترجعي لي؟ ده اسمه كلام يا جميلة؟ جواز بجد وحمل. طب والشغل مين هيكمله؟ هو انت نسيتي احنا كنا عايشين ازاي؟ نسيتي لما ما كانش فيه لقمة ناكلها؟ لا، ما نسيتش، بس انا تعبت. كنت ببيع روحي حتة حتة، وانا خلاص مش هرجع للطريق ده تاني. انا بقيت مرات مصطفى، وجواز بجد وحقيقي. جواز شرعي قدام ربنا والدنيا كلها، وكمان حامل. عايزة أعيش عيشة نظيفة. اوعي تفتكري ان جواز المتعة ده جواز، ده زنا. خدي دي الفلوس اللي انت عايزاها، دي اهم حاجة عندك، وسيبيني في حالي. بس بعد 4 سنين مصطفى مات في حادثة، وسابني للوحدة تاني. قررت اني هعيش عشان اربي بنتي وبس. واهل مصطفى الله يرحمه وعياله حرموني من اي فلوس او ميراث، واستغلوا سمعتي السيئة وجوازاتي القديمة. ولقيت ابنه الكبير بيقولي: انا مش هطول في الكلام،
انا هديكي قرشين وتبعدي عن حياتنا، وما تحاوليش تطالبي بحاجة اكتر من كده. بس انا مراته وام بنته شرعا وقانونا، وبنتي ليها حق ورث. هو كان بيحبني واحنا كنا بنبني حياتنا سوا. انا ما اتجوزتوش عشان فلوسه. بص يا مدام جميلة، انا مش جاية اتناقش معاكي، انا جاية اقول لك خدي القرشين اللي هديهم لك وامشي، والا هفتح ملفاتك القديمة وجوازاتك اللي قبل ابويا فاكراها. ده غير نفوذي وكلمتي، انت مش هتقدري تاخدي معايا حق ولا باطل. خدي المبلغ اللي هديهولك وقولي الحمد لله اننا سايبينك تمشي بكرامتك، واحمدي ربنا كمان اني سبتلك الشقة اللي ابويا كتبها باسمك تعيشي فيها انت وبنتك. حاولت اعمل مشروع صغير عشان اعيش منه انا وبنتي، بس المشروع خسر وخسرت فلوسي اللي كانت معايا، وقلت لازم اشتغل عشان اعيش انا وبنتي. ولقيت امي بتستغل نقطة ضعفي واحتياجي للفلوس وجاية تقولي شوفي حالك بقى يا جميلة، خلاص الاستقرار اللي طلبتيه راح منك، ارجعي اللي كنا بنعمله. وبعدين هتربي بنتك ازاي وانت دلوقتي خسرانة كل حاجة؟ ابدأي من جديد. مهما حصل مستحيل ارجع للشغل ده. انا مصدقت ربنا تاب عليا، وهو دلوقتي بيختبرني، ولازم انجح في اكبر فتنة في حياتي وهي انتي. بقولك ايه، انا مش هتعب نفسي كتير معاكي. لو انتي مش راضية ومش مقتنعة، اختك هناء ما شاء الله عليها دلوقتي كبرت وبقت عروسة وهتنفع للشغلانة دي. ها قلتي ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ هو انتي ازاي عايزة ترجعيني تاني للقرف ده؟ وكمان اختي هناء الصغيرة عايزة تدمريها زي ما دمرتيني؟ اللي عندي قلته وهعمله يا جميلة، وانا بقولك انا مش هرجع، وهناء مش هتدخل الطريق ده طول ما انا عايشة. روحي بقى توبي لربنا يمكن يقبل منك. قبل ما تقفي قدامه هتقولي له ايه؟ كنت ببيع عيالي للحرام عشان اعيش، واشتغلت وعشت انا وبنتي، وربنا كان دايما معانا لاننا كنا معاه. بس فجأة حسيت بأعراض غريبة عليا، دايما مرهقة ووزني بيقل وألم مستمر ببطني. ولما كشفت عرفت اني مصابة بسرطان القولون. انا راضية بحكم ربنا ومؤمنة ان ربنا بيطهرني من ذنوبي، بس كل اللي شاغلني بنتي اسيبها لمين؟ ملهاش غيري. اسيبها لامي اللي ما عندهاش اي امانة؟ رضيت بامر ربنا وبعت الشقة عشان العملية، وقلت هنعيش في شقة ايجار، ومشيت في خطوات العلاج على امل ربنا يشفيني عشان بنتي. واتحجزت في المستشفى قبل العملية بيوم عشان التحاليل والاشعة الدقيقة المطلوبة للعملية. والليلة دي اللي قضيتها في المستشفى كانت اهم ليلة في حياتي كلها، وعمري ما هنساها. صليت قيام الليل طول الليل وانا بصلي وبقرا قرآن، وبعدها دعيت ربنا: يا رب يا ارحم الراحمين، يا كريم يا عظيم، يا مجيب دعاء المضطر اجبني. انا ماليش غيرك ولا ليا باب غير بابك. انا غلطت كتير كتير قوي، وكل ما افتكر اللي فات قلبي بيتقطع. بس انت يا رب اللي قلت في كتابك: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انا يا ربي مش طالبة منك شفاء وبس، انا طالبة منك رضاك. سامحني سامحني يا رب، لو في المرض ده تكفير فطهرني، ولو في الألم ده حكمة فصبرني. بس لو هو ابتلاء عشان ارجع لك فانا رجعت يا رب، رجعت بكلي، رجعت بندم وبخوف وبحب. يا رب اكتب لي عمر جديد، مش عشان اعيش وبس، لا، لكن عشان اعيش ليك واصلح اللي باقي من عمري. يا رب بنتي يا رب، لو انا مت هي هتبقى في الشارع. يا رب ملهاش غيري، يا كاشف الضر، انا المضطر. حسيت وقتها ان دعائي وكأنه زلزل المستشفى، لانه كان طالع من قلبي وبصدق وايمان. جميلة عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله، انا جاهزة يا دكتور للعملية. بس انتي مش هتدخلي عمليات يا جميلة. في ايه يا دكتور؟ في حاجة حصلت؟ ما تقلقيش يا جميلة، التحاليل والأشعة اللي عملناها تاني قبل ما ندخلك العمليات ما فيهاش أي أثر للورم. يعني إيه؟ مفيش مرض؟ أنا سليمة؟ جميلة، أنا بقالي 10 سنين في شغلي، عمري ما شفت حالة زي دي. إحنا كنا متأكدين، صور، تحاليل، أعراض، كل حاجة بتقول إن عندك سرطان في القولون، لكن ربنا أمره غالب وعظيم. يعني أنا كنت مريضة بس ربنا شفاني؟ ولا أنا عمري ما كنت مريضة أصلا والأشعة كانت غلط؟
دي إجابة عند ربنا مش عندي، بس اللي أنا متأكد منه إنك دلوقتي سليمة تماما وتقدري تروحي بيتك. وكمان تقدري تستردي الفلوس اللي دفعتيها عشان العملية. أحمدك وأشكر فضلك عليا يا رب. وطلعت من المستشفى ورحت أجيب بنتي من عند صاحبتي، وأنا الدنيا مستيعاني من الفرح وكأني اتولدت من جديد. مش مهم أعرف إذا كنت مريضة وربنا شفاني وغير قدري بدعائي، ولا الأشعة والتحاليل اللي عملتها في الأول كانت غلط. المهم إني رجعت لطريق ربنا، طريق الخير والرحمة والأمان. أنا عايشة من غير راجل ومن غير عيلة، ومليش في الدنيا إلا بنتي، بس حاسة إني راضية بحياتي دي وكأني مالكة الدنيا كلها، لأني عرفت إني مهما دقت من لذات الدنيا مش هدوق أحسن من القرب من ربنا.